للأسف فوز المنتخب المغربي بعدما كنا نتمنى خسارته بنتيجة كبيرة بكل صراحة، لكن مع كامل الأسف المنتخب المغربي قدم مستوى رائع. لا بور كومونسي نقولوا لهم مبروك عليهم، وان شاء الله مقابله اللي شفناها تاع المغرب مقابله في المستوى اللي داروا ماتش فريمون امبورطون دو هو نيفو. لي تروا كومبارتيمون شفناهم في كيما يقول لك في المستوى، لعبوا كره جميله، انجاجمون كبير، تاكتيكمون زيتي بري، ولهذا شرفوا العرب. المدرب je pense que l'entraîneur a ramené sa touche. Sa touche, c'est surtout beaucoup plus sur le plan offensif. شفنا النتيجة vraiment بوزيتيف من هذا الباب، لأن sur le plan offensif شفنا بلي l'entraîneur كيما يلزم الحال. لي شونجمون دار دو شونجمون كيف كرة جميلة نقولوا لهم شابو. أنا نظن الفيدرالية تاع المروك دارت التغيير. اللي عملوه إخواننا بتوع المغرب شيء مذهل وشيء مرعب، يرقى إلى إني أبتدي أتوقع وأقول أن المغرب من الدول المرشحة أنها تاخد كأس العالم. إيه الأداء العظيم ده؟ إيه العبقرية دي؟ إيه الثقة دي؟ والأهم الطموح ده، الطمع ده. المغاربة طماعين بشكل غير طبيعي، وده الطمع المشروع، ان يبقى عندك طموح وما تبقاش طموحلس. واخفاق المنتخب المغربي من الدور الاول بسبب اخفاق المنتخب هو اخفاق فوزي لقجع، واخفاق اخفاق مخططات فوزي لقجع. على الاقل انا تمنيت، تحدثت بحريه شخصيه، وتمنياتنا بخروج المنتخب المغربي. قلت لك انا هذا ما نحبش نسميه هذا تاع المغرب اللقجاعي، والله ما نحب نسميه هذا. في الدوره هذه راح يلعب دوره، لو كان يخليها فوتباليستيك صح المغاربه يخرجوا. ما تكونش الكولاسه ما يديرش المغرب هذا اللعب، خلي كره قدم كون ما تكونش ونفسر لك علاش. لانه احنا منتخباتنا العربيه الحقيقه وللتاريخ كنا نشارك من اجل المشاركه. بعد قدمنا شوي ولينا نشارك لتشريف الكره العربيه، وقد قدمنا حتى كانتصار ولا تعادل. من بعد ولينا نشارك ربما نخلطوش على المرتبة الثالثة. شنو هي الورطة متاع المغرب اليوم؟ ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، ولأول مرة في الفرق العربية، المنتخب المغربي يلعب اليوم على المرتبة الأولى. احنا المنتخباتنا العربية نغفقوا يا الثالث الثاني ما خلطناش. يا نشارك مشاركه اليوم المغرب حدث استثنائي، وضعيه اول مره رجعت للتاريخ. ارجع للتاريخ في مجموعه فيها البرازيل واسكتلندا. المغرب اليوم في الليله تلعب على المرتبه الاولى، معناها سقف الطموحات طلع لفوق برشا. في ورطه بمعنى يا مغرب نستنى فيك يا مغرب. ما عادش الناس تغزر لك من الفوق وانت اللوطه، وليت انت الفوق وانت تغزر لهم اللوطه. اما تبقى على التواضع نتاعك. اذا هذه احسن ورطه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ولهنا حديث برشا راهو في وسائل الاعلام، وانه المغرب لا يمثل الا المغرب. واحنا ماك تعرف الشعوب العربيه ياسر عنا تضامن، نحبوا بعضنا ياسر. معناها أنا نحكي على المغرب بمعنى نقرأ الصحف العالمية الأجنبية الأوروبية بالأساس. كي يحكيوا على المغرب يحكيوا على العرب، لأنه يحكيوا على المغرب كأول فريق عربي. أي نحيوش يخشمنا من وجهنا احنا كي نحكيوا على المغرب ويشرفنا نقولوا فريق عربي. إذا المغرب مع الأسف نتمنى والجزائر ترشح، مصر ترشحت، هذا تقريبا 3 فرق عربية معناها اللي إن شاء الله ينورونا. ولكن المغرب الحقيقة اليوم ننتظروا منه وأنه باش يدخل التاريخ مرة أخرى لو ممكن يفوز
ويتعدى بالمرتبه الاولى بمجموعه فيها البرازيل. وغتكون لي ثالث مره المغرب، لانه في 86 تصدر المجموعه، وفي 2022 تصدر المجموعه كره اخرى. وهذه تكون لي ثالث مره. لو سمحت كره اخرى، لو سمحت، المهمه لن تكون سهله للمغرب. لماذا؟ لان لو فاز البرازيل امام اسكتلندا، المغرب لازم يفوز ب4